اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعمل أكلة سمك بقى، إنما إيه، عسل كده. أنا جايبة نوعين، نوع بولتي ونوع السمك المكرونة. طبعا أنا غسلته كويس تحت الحنفية، ودلوقتي حطيت له معلقة طحينة وشوية ليمون بقى كتير كده. لازم نعصر ليمون كتير عشان الزفارة. أنا بحب أحط معلقة الطحينة دي، بتشيل الزفارة، بتساعد يعني على ان تشيل معاك الزفارة مع الليمون. جربوها بصراحة جميلة جدا. انا بحطها كمان مع الفراخ برضو. فهندعكه كويس بالليمون والطحينة ونغسله طبعا كويس جدا، وهنشطفه تاني طبعا تحت الحنفية شطفة كويسة قوي. طبعا كلكم عارفين غسيل السمك، وكلكم طبعا بتغسلوا السمك وزي الفل وكل حاجة. بس هي تركة الطحينة دي ممكن تكون في ناس ما تعرفهاش، فجربوها هتفرق معاكم فعلا في الزفارة، بتشيل الزفارة جامد، فبتكون حلوة بصراحة. طبعا انا افتريت في الليمون، عمالة اعصر في ليمون اعصر في ليمون، يعني مش عايزة ابخل في الليمون، فعصرت كتير علشان انا مشكلتي الزفارة دي بصراحة، يعني تبقى حاجة صعبة جدا. فطبعا لازم الحاجة دي تتغسل كويس جدا، وتكون طبعا كلكم عارفين ان الليمون يعني بيزيد الزفارة برضه. هنا راس توم كده كويسة، حطيت عليها شوية ملح وهدقها كويس زي ما انتوا شايفين. بس يا جماعة، يعني انا مش بعلمكم حاجة، طبعا كلكم شاطرين، بس انا يعني بنشارك افكار لبعض، او بنقول حاجات جديدة لبعض. انا ما كنتش اعرف موضوع الطحينة ده، عرفته برضو من فيديو كده كان معمول. فيعني في حاجات كتير ما بنبقاش عارفينها. هنا معلقة بابريكا وكمون، طبعا السمك بيحب الكمون. شوية فلفل اسود، وشوية كزبرة، معلقة كزبرة طبعا، ودي معلقة بهارات سمك، والملح طبعا، وليمون بقى، نعصر ليمونتين تلاتة. تبل بقى كويس السمك من جوه ومن بره، طبعا بعد ما اتغسل وبقى زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. شكل السمكة ابيض ازاي من جوه. ده من الطحينة برضو يا جماعة، الطحينة بتبيض السمك جدا وبتشيل الدم والزفارة، جميلة جدا بصراحة. يعني معلقة الطحينة دي بتعمل يعني معجزة في الزفارة. نتبله كده كله زي ما انتوا شايفين. شايفين السمك ابيض ازاي يا جماعة من جوه، زي الفل. انا كمان لازم اغسل ال الشوك بتاعه ده بالفرشة، يعني انا عامله له فرشة معينة. طبعا انتوا عارفين ان في فرشة بتاعت غسيل السمك، دي تدعكي بيها. لو ما عندكيش فرشة، تمسكي نص الليمونة وتحطي على نص الليمونة ملح، وتدعكي رايح جاي رايح جاي في قلب الشوكة دي، كل الدم اللي فيها هيروح، هيطلع معاكي الدم كل اللي في السمكة من جوه، مش هتلاقي فيها ولا نقطة دم في الشوكة. هنا بقى نعمل رز بالبصل، رز احمر. قطعة البصل زي ما انتوا شايفين كده مكعبات، بس لما خد لون بسيط كده زي ما انتوا شايفين نزلت بالزيت.
ده رز الصيادية بس بيكون لونه احمر. انا بحط له شوية حاجات كده هشوفوها دلوقتي معايا في الفيديو. كمان لازم نغمق البصل بتاعه، ما بيكونش اصفر بس، لا هتشوفوه بيغمق. بقطع له هنا طماطمايه مقشراها، غسلاها طبعا كويس ومقشراها، شايله القشر، اقطعها مكعبات. حته فلفلايه خضرا كده صغيره، رومي بقى او حراق. هو ده كان حراق بس مش حراق قوي. شايفين لون البصل بيكون اللون الحلو ده. انزل بقى دي معلقه بهارات، 7 بهارات، وكمون، كزبره، فلفل اسود، معلقه قرفه ناعمه، وشويه كركم. هي دي البهارات بتاعتنا يا جماعه. ممكن حبه حبهان لو عايزين حبهان ناعم، بس انا ما حطيتش. شويه ملح، ونقلب بقى الكلام ده مع بعضه. شايفين لون البصل مع البهارات جميل ازاي. نزلت بالطماطمايه وحته الفلفل بقى، نشوح مع بعضه. شوحي كل الكلام ده لما تلاقي ريحه البهارات طلعت كده وريحتها ظهرت، والطماطم ابتدت ان هي تدبل. انا بحاول اهرسها بالمعلقه. نزلت بالرز، نقلب بقى مع بعضه عشان الرز يتشرب شويه من البصل ومن الطعم اللي فيه، طعم البهارات. واحلى رز صياديه هتاكليه في حياتك. بصراحه بيبقى طعمه جميل جدا، فرق من الرز اللي بالبصل بس وبتحطي له الميه وخلاص والملح وحبه الكمون. لكن البهارات مع القرفه، القرفه كمان عم بتعمله طعم حلو، فبتخليه بصراحه طعمه حلو جدا. نقلي بقى السمك. طبعا السمك اقل حاجه تسيبيه في التتبيله، يعني مش اقل من نص ساعه ساعه. كل ما بيكون في التتبيله وقت اكتر، كل طبعا ما بيشرب من التتبيله اكتر، بيبقى طعمه احلى. بصوا لونه ذهبي وحلو ازاي. وادي الرز استوى، تحفه تحفه، مفلفل ومفيش رز زاويه لازقه في التانية كده وحاجه جميله قوي. هنا بنطلع السمك، بحب اطلعه في المصفى عشان يصفي الزيوت بتاعته. ما بحبش احطه على المناديل، المناديل بيلزق فيها. اي حاجه بحب اقليها احطها في المصفى. وكده خلاص خلص السمك والرز والسلطه وشويه جرجير. وايه رايكم بقى في الاكله الحلوه دي، اكله السمك اللي تستاهل بقكم؟ يا ريت تقولوا لي ايه رايكم يا حبايبي.